حكايتي بدأت لما توفى زوجي وسابني أنا وابني الرضيع عمره كان لسه شهور، وأنا كان لسه عندي 25 سنة. في الوقت ده قررت إني هعيش علشان أربي ابني، ومستحيل أتجوز مرة تانية لأني كنت بحب جوزي وهو كمان كان بيحبني قوي، وكنا واخدين عهد على بعض اللي يموت الأول التاني يعيش مخلص ليه لحد ما ربنا يجمعنا تاني في الآخرة. الشهور الأولى من وفاة جوزي ما أقدرش أقول إن كنت عايشة في الفترة دي، لان حرفيا كنت جسد بلا روح، لان كان هو روحي وكل حياتي. جوزي رحمة الله عليه كان سايب لنا انا وابني اللي يأمن لنا حياتنا وما يخليناش نمد ايدينا لحد، لانه كان ميسور الحال. بعد كده لقيت اخو جوزي جه وقال لي انه مستعد انه يمسك لنا المحلات والشغل بتاع جوزي، الله يرحمه، لان بحكم اني ست مش هعرف اباشر الشغل مكان جوزي، وكمان ابني لسه صغير. قال لي انه فاهم الشغل كويس وعارف اخوه كان مماشي الشغل ازاي بحكم انه كان شغال عنده. قال لي كمان انه هيبقى زيه زي اي واحد شغال عندنا، اخر مرتبه هياخده وبس، والمكسب كله هيتحول على حسابي في البنك كل شهر. انا بصراحة حسيت اني مرتاحة لكلامه وصدقته، وقلت لنفسي مش هلاقي حد آمن عليه مال ابني احسن من عمه، ده ابن اخوه هيكون خايف على ماله اكتر مني، وكمان بحكم ان هو راجل هيعرف يتعامل في الشغل كويس، غير طبعا انه فاهم الشغل كويس بحكم انه شغال فيه من زمان وفاهم الدنيا ماشية ازاي. واتفقنا انا وسيلفي على كل حاجه، وكمان قلت له انه يزود مرتبه بحكم ان هيبقى ماسك كل الشغل. قلت له ده من حقك، وهو ما كانش راضي في الاول بس بعد كده رضي. حسيت انه قنوع وراجل امين فعلا. كنت مبسوطه جدا انه عرض عليا العرض ده. عدت فتره كل حاجه كانت ماشيه تمام، لحد ما جه في يوم اخو جوزي طلب مني اعمل له توكيل يحق له التصرف في كل الممتلكات وكانه المالك الحقيقي. وقال لي ده علشان مش كل شويه هفضل داخل خارج عليكي كده بيتك علشان تمديلي على اوراق الشغل، انا خايف عليكي من كلام الناس. انا بصراحة اقتنعت بكلامه، حسيت انه معاه حق، خاصة الفترة الاخيرة كان كل شوية يجي علشان امضيله على اوراق. حسيت ان الجيران بدأوا يلاحظوا ويبصوا لي بصات مش حلوة في الطلعة والنازلة. وافقت على طول ورحنا تاني يوم عند محامي وعملنا التوكيل. بعد كده عدت ايام كنت كل ما اجي اتصل بالمحل محدش يرد، اتصل باخو جوزي برضو ما بيردش. حسيت بقلق كبير في الوقت ده. نزلت علشان اروح المحلات اشوف فيه ايه، لقيت كل المحلات مقفولة، ما بقتش فاهمة فيه ايه ولا ايه اللي حصل. كنت واقفة في الشارع زي التايهة مش فاهمة اي حاجة. في الوقت ده جه صاحب جوزي وهو راجل صاحب محل جنب المحلات بتاعتنا، وقف جنبي وبصلي بحسرة وقال لي ليه عملت كده؟ قلت له انا عملت ايه؟ قال لي ليه عملت توكيل لسلفك؟ قلت له ليه؟ ايه اللي حصل؟ قال لي سلفك باع كل املاكك انت وابنك لنفسه، وباع المحلات كلها لحد تاني وسافر بره البلد. قلت له بصدمه وانهيار انت بتقول ايه؟ لا مستحيل يعمل معايا كده. قال لي هو ده اللي حصل، وقال لي كمان انه معرفش غير لما سيلفي نفذ كل خطته وسافر، وانه حاول يوصل ليا علشان يعرفني بكل حاجه بس معرفش يوصل لي باي شكل. سافر سيلفي واخد كل فلوسنا معاه، سافر دوله اوروبيه وهناك اتجوز واحده اجنبيه ساعدته زوجته في استثمار الفلوس اللي معاه في مجال بيع العربيات. نجح جدا سيلفي في المجال ده بمساعده زوجته وبقى عنده ثروه كبيره جدا. في الوقت ده كنت انا وابني عايشين فقر وذل ما شفناهوش في حياتنا، لان سيلفي حرفيا اخد كل حاجه ما سابلناش ولا جنيه حتى. عشت انا وابني ايام صعبه جدا ومديت ايدي لطوب الارض لحد ما جه وقت ما بقاش حد يديني علشان ما برجعش اللي باخده. ولكن ربنا ما بينساش حد، خاصه اليتيم. ربنا اكرمني في الوقت ده بجيران ونعمة الناس وقفوا جنبي وساعدوني في كل حاجه، وجابولي مكنة خياطة اشتغل عليها علشان ما مدش ايدي لحد تاني. وفعلا بدأت شغلي وانا في بيتي وجنب ابني، وربنا وسع علينا وكان بيجيلي زباين كتير، والحمد لله قدرت اسد كل ديوني. ودخلت ابني مدرسة وكنت بوديه دروس خصوصية عند احسن المدرسين، وما كنتش بأثر معاه في اي حاجة. والحمد لله ابني كبر وبقى نعمة الابن، وكل اللي يشوفه يقولي ونعمة التربية، لاني فعلا ربيته صح، ربيته على الامانة، وانه مهما حصل عمره ما يخون الناس اللي امنوا. عدت بعد كده 15 سنة وابني الحمد لله اتخرج من الجامعة وبقى الباش مهندس. في الوقت ده قرر عم ابني انه يرجع على البلد تاني هو وزوجته واولاده، وطبعا فلوسه الكتير اللي استثمرها هناك. اشترى سيلفي قطعة أرض كبيرة وبنى عليها فيلا فخمة جدا في منطقة راقية جدا جدا علشان يعيش فيها هو وزوجته وأولاده. فتح كمان مجموعة شركات كبيرة جدا لبيع السيارات وذاع صيتها جدا، وطبعا كل الأخبار وصلت لنا أنا وابني لما عرف كل ده قال لي إنه هيروح لعمه ويطالب بفلوسه اللي أخدها مننا زمان، وسافر. وفعلا راح ابني لعمه. لما دخل عليه عمه طبعا معرفوش وقال له أنت مين؟
ابني رد عليه وقال له أنا ابن أخوك المرحوم اللي أمه استأمنتك على مالي، ولكن أنت خنت الأمانة، وأنا جاي النهاردة بطالبك بحق اللي أنت أخدته منا زمان. رد عليه عمه وقال له أنت ملكش عندي أي فلوس، وطرده كمان من بيته وقال له مش عايز اشوف وشك تاني في حياتي. في الوقت ده لقيت ابني داخل عليا البيت وعيونه كلها حزن، وقال لي على اللي عمه عمله معاه. ما استحملتش اشوف ابني مكسور الخاطر وحزين بالشكل ده، وكمان في نفس الوقت ما فيش في ايدي اي حاجة اعملها، وكمان مش معايا اي اوراق تثبت حقنا. في الوقت ده رفعت ايدي لربنا ودعيت على اللي سرق مال ابني وذلنا وخلانا نشوف ايام صعبة انا وابني، ومد ايدي لكل الناس. دعيت ربنا ان ياخد لي ابني حقه ويرد له ماله من الظالم. في الوقت ده كان سيلفي بعت لمراته واولاده علشان يجوا يستقروا معاه، لانهم كانوا رجعوا بلدهم تاني لحد ما الفيلا اللي سيلفي بيبنيها تخلص. ويوم وصولهم قرر سيلفي يروح يستقبلهم بنفسه في المطار. ركب سيلفي عربيته الفخمة جدا وراح علشان يجيب زوجته واولاده من المطار. وهو راجع بيهم في الطريق اتعرضت العيلة كلها لحادث سير، توفى الزوج والزوجة والأولاد. وكانت المفاجأة ان مفيش حد وارث لسيلفي غير ابني. في الوقت ده عرفنا ان ربنا سخر لنا سيلفي علشان يستثمر فلوس ابني لمدة 15 سنة ويرجع بالفلوس مع ارباحها لصاحبها الحقيقي، ولعلها دعوة المظلوم ليس بينها وبين ربنا حجاب، وما كان ربك ناسيا. ودي كانت قصتي انا وابني، وازاي تعرضنا للظلم وازاي ربنا رجع لنا حق.